بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل وصفة وتركيبة الجل بأقوى طريقة، مش تتخيلوا قوة النظافة والجمال اللي هتلاقوها فيه. معايا نص كوباية مية، كمان 3 معالق من البوتاص. مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت، يعني مش بنستغنى عنها. دول 3 معالق، هقلبهم كويس. ورجاء خليكم معايا للآخر عشان في حاجات تانية هتضاف بعد المرحلة ديت. هما تعتبر 4 أو 3 مراحل. المرحلة الأولى هي شوية الإضافات البسيطة ديت: الكلور، البوتاص، والمية، ونص كوباية الزيت. هبدأ أضيف نص كوباية الزيت، هضيفها بالتدريج عشان كل ما نضيف حاجة هنقلبها كويس. طبعا هسيب البوتاص يبرد. البوتاص والمية بيبقى سخن خالص، هسيبه يبرد، مش هضيف الزيت الا لما يبرد. وحاولي لما تيجي تعملي الوصفة لو عجبتك وحبيتي تعمليها، ما تعمليش في ألمونيوم. الوصفة دي يعني لو حطيتيها في ألمونيوم هتتفاعل وهتبوظ الألمونيوم. لو حطيتيها في بلاستيك حاولي بقى لما تيجي تشيليها، عشان احنا هنسيبه ينشف، هنسيب المقدار دون ينشف لحد تاني يوم، حوالي 24 ساعة لما تلاقيه نشف خالص هينشف معاكي. بدك تشيليه بقى من الطبق البلاستيك، ممكن يتخرم لو بتشيليه بسكينة او بحاجة حادة، يعني لانه بيبقى ناشف خالص. انا حطيته في الازاز عشان اعرف اتصرف براحتي، مش هخاف ان الازاز هيتخرم مني زي البلاستيك او كده. قلبت الزيت كويس جدا لحد لما ما بقاش باين ده زيت ولا كلهم اختلطوا مع بعض. هضيف كمان كوباية المسحوق دي. يعني انت عايزة تعملي مسحوق جل اوتوماتيك هتضيفي المسحوق، هتعملي برسيل جل اوتوماتيك هتضيفي كوباية من المسحوق الجل الاوتوماتيك. عايزة برسيل الغسالات العادية هتضيفي برسيل او اي مسحوق عندك، اريال، برسيل، اي نوع بتستخدميه، مش شرط نوع معين، مش مقيدة يعني. اللي انت عايزة تحطيه وبتستخدميه حطي منه. انا دون برسيل طيب بتاع دوت. المهم مسحوق وخلاص، مش فاكرة، مش مركزة دلوقتي انا بستخدم ايه بصراحة، مش عارفة ليه. هضيفه واقلبه كويس لحد ما يختلطوا ببعض، عشان ما يبقاش في اي حاجة ما اختلطتش ببعضها. لازم كل مرحلة ندوبها كويس اوي كده. وهسيب بقى الخلطة دي 24 ساعة لحد ما الاقيها نشفت. هبدأ اجيبها تاني بقى واشتغل فيها. عفوا، انا هركنه بقى زي ما قلت لكم لحد ما ينشف. انا سبته طبعا لتاني يوم، هو اتنشف خالص. وهبدأ اشيله من البولة الازاز بالراحة كده بالسكينة، عشان برضو ما اخبطش وتتكسر. انا هحاول اكسره كده كويس وهرجع لكم بعد كده. هناخد انا طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حاولت انعمه على قد ما اقدر، علشان هناخده على نار هادية خالص. فريت لي مية في الحلة الألمنيوم ديت وهضيفه فيها، بس المية مش يعني هحط المية باردة، مش هخليها تسخن يعني. اخلي النار هادية جدا فوق ما تتخيلوا. يعني انا سايباها النار كده نقط، يعني يدوبها باينة. وبرضه هتشوفوا اللي حصل، يعني يا دوب ان لحقت اشيله قبل ما يزيد خالص وينزل على الارض حاجة منه او على البوتاجاز. انا يعني انا مش عارفة اقول ايه بصراحة. انا مهدية النار خالص خالص، وبرضه مع كده يا دوبني لحقت اشيله وافضيه في الطبق. هاخد الخلطة ديت بقى وافضيها فين على 4 لتر مية في طبق كده كبير، وافضيها عليه. طبعا انا ملحقتش بقى، لو كل ما اسيبه بيزيد هيروح مني على الارض، فرحت حاطه اللتر بسرعة في الطبق وفضيته عليه. بقى فضي بقى باقي
هزود باقي المية. ده كان اللتر واحد اللي انا فضيت المقادير دي، المقادير اللي انا كنت حطاها على النار فضيتها على لتر واحد. هضيف كمان 3 لتر. الطبق طبعا دون طلع صغير مش هياخد المقدار، جبت طبق تاني وهفضي فيه. كل شوية بلاقيه بيزيد والرغوة بتزيد، يعني ما شاء الله رغوة جبارة. انا لما جت يعني لما لمس ايدي وبغسل ايدي تحت الحنفية مش عارفة احوش الرغوة من ايدي من القوة بتاعته. شوية الحاجات اللي بقيت تحت دي كانت لسه مش دابت، انا هدوبها دوبتها فعلا وفضيتها على على الصابون ده يعني في الطبق الكبير. انا سألت بتاع المنظفات قلت له على التركيبة اللي انا عملتها دي، قال لي جميلة جدا، ده احنا ما بنعملش كده، دي قوية جدا جدا. اللي انا فضيته دون لتر صابون جريسلين، بيكون موجود عند بتوع المنظفات، ودي 5 جنيه جريسلين. كمان زيادة امان عشان 3 معالق البوتاص. طبعا 3 معالق البوتاص مش كتير على الكمية اللي هتشوفوها. كل ما بتقلبي بيتقل، تقلبي بيتقل. دوت برضو كوباية مسحوق تاني، زيادة نظافة وأمان يعني. في لسه في حاجات تانية لسه هضيفها برضو. هقلب كل حاجة كويس قوي علشان تدوب وتدينا نتيجة كويسة. طبعا الوقت دون مش هو وقت الفيديو، طبعا انا حاولت اقصر على قد ما اقدر. معايا كيس فنش دون، طبعا ريحته جميلة جدا وقوة نظافة برضو وبقع وكل حاجة. يعني انتوا عارفين الفنش دون ما بيزيل اصعب البقع. فضيه وقلبه كويس. ومعايا كمان ده كلوريكس الوان عشان الحفاظ على الالوان، عشان البتاع البوتاص اللي ضفناه يعني محدش يخاف منه على الملابس. كلوريكس الالوان دون بيحافظ على الالوان وريحته جميلة جدا. قلبت كويس طبعا. ومعايا كمان ده نص لتر برسيل جل من بتوع المنظفات، فضيته عليه وقلبنا كويس لحد ما كل المقادير اختلطت ببعضها. صراحة يعني ريحته دلوقتي هو انا مش محتاجة الواحد يحط له ريحة، بس انا كمان جبت له كمان ريحة ضفتها عليه من عند بتوع المنظفات، محلات المنظفات. جبت ب10 جنيه كده ريحة وضفتها عليه. بصراحة ريحته جميلة جدا، البيت كله كان اهديت الريحة بقى. شوية دول ب10 جنيه ضفتهم عليه. لو مش عايزة تضيفي هو مش كان محتاج بصراحة، بس انا حبيت اعمل كل حاجة بالظبط عشان مش حد يقول انتي قلتيش ما عملتيش الحاجة. يعني ايه، كله تمام بصراحة. يعني بحبش اعمل حاجة ويكون فيها حاجة غلطة ورايا. وده لون لقيته شوية، هقلب كويس قوي وهضيف شوية لون تاني بقى لان ده طلع شوية صغيرين. التركيبة دي جميلة جدا جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوها وموفرة. طبعا شوية حاجات بسيطة، يعني ممكن كيس الفرنش تحطيه على الغسيل، وبرضو كيس التاني دون ما عدتش فاكرة اسمه ايه، الواحد ما عادش مركز خالص. ضفت كمان اللون ده شوية اللون اللي باقيين عشان يديني لون احسن، يعني كان اللون فاتح اوي. وقلبت كويس اوي كده لحد ما اختلطوا ببعض، عشان الرغوة مش مبينة اللون اللي تحت. رغوته شديدة جدا وقوي جدا. يعني بصراحة الراجل لما قال لي ان الوصفة دي قوية فرحت والله ان انا هعمل حاجة كويسة. طبعا شايفين بقى يعني لما سبته شوية تقل خالص. ورجعت طبعا قلبته وزودته بقى مية، زودت مية تاني، زودت حوالي 2 مية تاني. كل ما تسيبيه بيتقل معاكي. ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم، مش هتندموا انكم عملتوه، جميل جدا.
شايفين تقيل اهو، يعني لو هتزودي مية تاني عادي مش في اي مشكلة، تقيل خالص بصراحة يعني، جميل وريحته جميلة جدا. الحاجات اللي اتضافت عليه كلها عليها ريحة غير الريحة اللي انا ضفتها. واللون دون يعني لو مش حابة تضيفي لون بدل ما تشتري لون، يعني انت هتعملي في البيت، مش ضروري اللون. انا ضفت اللون بس عشان التصوير مش اكتر، يعني لو انا مش هصور مش هضيف الوان. هو عادي لونه ابيض عادي جميل جدا ومش فيه اي مشكلة خالص. يا رب يعجبكم لما تجربوه، تدولي كده واللي يشوف الفيديو كده ويعجبه يدوس لايك، يفرحنا، يحسسنا ان احنا عملنا حاجة كويسة، وحسسنا ان هو استفاد من حاجة عملناها. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب.